قلنا إن الذكاء الاصطناعي هو ثورة الذهب، فانفيديا مش بتشارك في استخراج الذهب ده، هي عندها الأدوات، بل هي الشركة الوحيدة اللي عندها الأدوات لاستخراج الذهب. وفي دول مستعدة تدفع مليارات علشان تقف بس في الطابور وتاخد شرائح انفيديا. انفيديا تقريبا مسيطرة من 80 ل 90% على العمود الفقري للذكاء الاصطناعي. تاني حاجة، انفيديا مش مسيطرة بس على الهاردوير، لا هي عاملة نظام اسمه كودا، هو نظام سوفت وير مطوراه من أكتر من 15 سنة وسابقة بيه العالم كله، ومعظم المطورين شغالين عليه. يعني علشان يجي المطورين يستخدموا نظام جديد فالموضوع بالنسبة لهم شبه مستحيل. فهي تقريبا مسيطرة في الهاردوير والسوفت وير. انفيديا مش بتديك الهاردوير والسوفت وير بس، لا دي بتديك المنظومة كاملة، وبتديك الأنظمة وأنظمة التبريد والسيرفرات، نظام كامل متكامل. الرئيس التنفيذي جين سو راهن من زمان جدا، من أكتر من 10 سنين، على الذكاء الاصطناعي. كان كل العالم فاكر إن انفيديا هي مجرد شركة بتبيع كروت ألعاب بس، لكن هو كان حاطط عينه على المستقبل وبيطور نفسه وبيطور شركته علشان يبقى العمود الفقري للذكاء الاصطناعي.